اللي هقوله دلوقتي مش رأي وتهويل وكلام سوشيال ميديا. روبلوكس اللعبة اللي ملايين الأطفال فاتحينها دلوقتي ممكن تكون أخطر حاجة دخلت بيتك وانت مبتسم. اللعبة اللي متغلفة بشكل كرتوني وفي الحقيقة هي بوابة مفتوحة للتحرش والابتزاز وتعليم سب الدين وتطبيع الغلط وتدمير نفسية أطفال لسه ما كملوش 10 سنين. السؤال الحقيقي هنا، انت تعرف ابنك بيعمل ايه جوه روبلوكس؟ لو فاكر انك تعرف يبقى لازم تسمع الحلقة دي للآخر، لأن اللي هقوله مش بس هيخوفك، ده ممكن ينقذ طفل قبل ما يفوت الأوان. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة. اقفل النور والبس السماعات وخليني أخدك في رحلة ورا الحيطة. روبلوكس مش لعبة واحدة، دي منصة فيها أكتر من 140 مليون مستخدم حول العالم، ملايين منهم أطفال ومنهم ملايين في مصر. أي شخص يقدر يعمل جوه اللعبة غرفة أو شقة أو مكان ويبعت دعوة لطفل إنه يدخل، وطبعا الطفل مش عارف هو داخل على إيه ولا مين مستنيه ولا حتى سنه إيه ولا نواياه. كل اللي شايفه مجسم كرتوني، لكن ورا المجسم شخص حقيقي وارد جدا يكون مجرم. في الولايات المتحدة، بلد الشركة نفسها اترفع فيها أكتر من 300 دعوة قضائية مرتبطة بروبلوكس. القضايا بتتكلم عن تحرش جنسي بالأطفال واستدراج وابتزاز ومحتوى إباحي وإساءة دينية واستغلال نفسي. محاكم كاملة فيها أهالي وأطفال وشهادات مسجلة. دي مش إشاعة ومش بوست على الفيسبوك، دي ملفات رسمية. في ألعاب وغرف جوه روبلوكس بتنشر أغاني وكلام في سب ذات إلهية وسخرية من الأديان أيا كان هو إيه الدين. تخيل طفل داخل يلعب يطلع بيغني وبيشتم وبيكرر ألفاظ إحنا نفسنا اتربينا إنها عيب وكبيرة ومحرمة. اللعبة هنا مش بتعلمه رأي، دي بتكسر عنده القدسية وتطبع الشتيمة وتخليها عادي. جوه روبلوكس في غرف دردشة جنسية، غرف بتغذي التحرش بين الأطفال، غرف زواج عريس وعروسة مراهقين. مش خيال، الموضوع اتناقش حتى في مشهد صادم في مسلسل لعبة وقلبت بجد. المعروض دلوقتي في مصر لما بنت بتقول لأبوها مش عايزة اتجوز دلوقتي، والمقصود هنا الجواز جوه اللعبة. وموجود جوه اللعبة شقق مشتركة، حمامات سباحة افتراضية، وفي مواعدة بتحصل بين ولد وبنت أو طفل وشخص غريب من غير رقابة. وفي تقارير أمنية متداولة إن الشرطة العراقية أعلنت إنها قبضت على مراهق عنده 14 سنة متورط في وفاة عدد كبير من الأطفال من خلال تحديات وأوامر جوه اللعبة. والطريقة بتبقى كالآتي: يأذي نفسه، ينتحر، أو يقطع شرايينه، ينفذ أوامر وتحريض مباشر داخل غرف اللعبة. والضحايا من دول عربية وأجنبية. لينك بيتبعت لك أو يتبعت لطفلك، يضغط عليه وياخد إذن للكاميرا والميكروفون والصور والفيديو وأحيانا الشاشة نفسها. حتى لو الكاميرا مقفولة، البيت بقى مكشوف وانت مش شايف. ومن هنا يبدأ الابتزاز والتصوير والتسجيل والتهديد. روبلوكس فيها عملة اسمها روبوكس، لو الطفل عايز لبس أو مميزات ومعاه موبايل وفيزا محفوظة أو كارت حد من أهله، الفلوس بتتسحب من غير ما تحس. وفي بلاغات رسمية بحسابات اتصفرت بسبب الأطفال. اللعبة دي بتجمع كل حاجة في حتة واحدة: جنس، تجسس، تحرش، إدمان، سب، مواعدة، وتطبيع غلط، وتقدمهم في شكل لعبة لطيفة وشخصيات كيوت. وده أخطر نوع سم، فمش معنى إن بنتك أو ابنك فاهمين ومتربيين يبقوا كده في أمان. الإدمان بيكسر كل المبادئ، وخلينا منتظرين الحكومة تاخد قرار زي دول كتير حظرت اللعبة والدور عليك. وأهم جملة تقولها لطفلك: أي سر بينك وبين حد على الموبايل خطر. اللعبة اللي هتضيع ولادك مش جاية بشكل مرعب، جاية بألوان وضحك وشخصيات كرتونية، ولو قلبت بجد ساعتها يا تلحق يا ما تلحقش. ودي كانت حكايتنا النهاردة عن روبلوكس واللي بيحصل ورا الحيطة. وفي نهاية حلقتنا أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو قلبكم لسه ثابت ومكملين معانا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة.